وهو أكمل الورى خلقا وخلقا ظهرا، والمثل قط لم يرى ولن يرى في الشيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي فتح لأوليائه باب محبته وأفاض على القلوب مواهب عرفانه، وخص لكل منهم ما شاء فأوجب علينا توقيرهم وتقديرهم وحذرنا من مناواتهم ومعاداتهم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الأكوان ومصباح الولاية والبرهان، وبعد. أشكر القائمين على هذه الندوة العلمية الصوفية المنظمة من طرف الزاوية الشاذلية الغثفية. أشكرهم على الدعوة الكريمة الموجهة إلى شيخنا ومولانا الخليفة العام للطريقة المريدية سيدي الشيخ محمد المنتقى ابن شيخنا محمد البشير ابن شيخنا الشيخ أحمد بن خادم الرسول مؤسس الطريقة المريدية. وهذه الدعوة المباركة تلبيتها واجبة كتقديمها، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ومن أبر البر أن يصل المرء آل ود أبيه. وخلال كلمتي المتواضعة إن شاء الله سيدرك عمق الروابط بين الحضرتين الشاذلية والمريدية وأوجه الشبه بينهما ولا غرو، فأهل الحق يشبه بعضهم بعضا ولا تناقض بين الحق أو بين أهل الحق. فعلاقة الطريقة المريدية بالطريقة الشاذلية بفروعها علاقة متميزة ومتجذرة، على الرغم من تقدم الشاذلية عن المريدية بزمن طويل، والعبرة بالأشباح والأرواح لا الأزمنة والأمكنة. فمن المعروف أن مؤسسها الأول سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه عاش في القرن السادس الهجري، وشيخنا الخديم رضي الله تعالى عنه مؤسس الطريقة المريدية عاش بعده في القرن الثالث عشر ب8 قرون بعد أبي الحسن الشاذلي. لكن مهما اختلفت العصور وتباعدت الأزمنة ظلت الروابط متينة. فكانت صلة الشاذلية بالمريدية عموما وبفرعيها، أي بفرعي الشاذلية فرعيها الإقليمي الناصري والغثفي. الناصري ممثلا في المشايخ الأعلام كالشيخ محمد اليدالي والمرابط محمد فال والمتالي والسيد حمدي المختار بن طالب أجود وحفيده الشيخ بابو الحمدي. الشيخ بابو الحمدي هذا بفضل الله على يديه انتشرت الطريقة الشاذلية في بعض أجزاء وبعض مناطق السنغال عن طريق بعض مريديه كالعلامة الشيخ مرابط بن أحمد طال وصنوه إبراهيم. وهكذا الحال أيضا كذلك مع الفرع الآخر الغثفي بقيادة العالم الرباني الشيخ محمد الأغضف، وكذلك أيضا خلفائه من بعد أمثال الشيخ المختار بن طالب عمر بن نوح البصادي، وكذلك أيضا الشيخ سيدي أحمد الكبير وابنه الشيخ محمد محمود الخلف، وكذلك أيضا مع سائر مصادره ورموزه وهم كثر، أمثال الشيخ العالم الرباني الشيخ محمد محمود بن بوية وابن عمه العلامة القاضي الشيخ محفوظ بن بوية. وكما تعرفون صلة آل بوية بآل الشيخ الخديم الشيخ محمد المنتقى خليفة العام للطريقة المريدية تربطه صلة قوية وصداقة متينة بالشيخ عبد الله بن بوية حفظهم الله ورعاهما. وكان الشيخ الخديم رضي الله تعالى عنه له تعلق شديد ومحبة صادقة للطريقة الشاذلية، وسنورد نماذج من ذلك لأن الباب طويل وعريض. يقول رضي الله عنه الشيخ الخديم رضي الله عنه في حق سيدي أبي الحسن الشاذلي: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على من أذن لي في أن أقول أبياتا في واحد من آل بيتي الشيخ أبي الحسن الشاذلي، كما مدحت الشيخ عبد القادر الجيلي والشيخ أحمد التجاني على الجميع رضوان الله تبارك وتعالى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: رضا الله عن شيخ غدا خير بواب أبي الحسن الفرد العلي عند توابي، هو الفرد عند الله ما ريء مثله بأوراده، قد جاءني خير أثوابي، لقد لامني المختار في ترك ذكره بمدحي له إذ ورده صار جلبابي. ويقول أيضا في حق الأقطاب الثلاثة في قطعته الشهيرة المعنونة ورضوان من الله أكبر، مني إليه قدمة قد لازمت روضته إلى القيام عظمت، رضي عني سبطه الجيلاني
عليه رضوان الذي أعلاني، رضي عني سبطه أبو الحسن عليه رضوان يخلد الحسن، رضي عني سبطه التيجاني عليه رضوان مبيد الجاني، رضي عني الخلفاء الأربعة حزت رضا المقربين المتبعة، من لم يكن عني يرضى فالكريم رضي عني رضا ليس يريم، جزا الإله المصطفى خير جزاء كما تقبل ووعدا أنجزا. كما يقول أيضا شيخنا الخديم رضي الله عنه متوسلا بالشيخ الشاذلي، يقول: يا ربنا بالشاذلي جد لي بالعلم والعمل واشكر بفعلي، وهذا غيض من فيض بحر لا ساحل له. كذلك أيضا تربطه صلات علمية ببعض أقطاب الطريقة الشاذلية، أمثال الشيخ محمود اليدالي مؤلف كتاب خاتمة التصوف، فخدم شيخنا الخديم تراثه العلمي الصوفي بنظم جيد حسن السبك، سماه كتاب مسالك الجنان في جمع ما فرقه الديماني. يقول في هذا النظم المبارك مسالك الجنان: إذ كل ما نص به في الخاتمة جئت به في ذا القصيد ناظمة، ثم من الذهب قد أخذت فوائدا له بها أتممت، إلى أن يقول: لعلني أجزى به في الحسنى مع اليدالي في المقر الأسنى. ولنرجع إلى القسم الثاني وبه يكون مسك الختام، وهو ما عنيت بالعنوان أهل الحق يشبه بعضهم بعضا. وأقول بعد قراءتي لحياة الشيخ محمد لغضف الحافلة بالعبادة والعمارة، إلا أنني لفت انتباهي في أمور كثيرة من منهجه التربوي ومنهج شيخنا الخديم رضي الله تعالى عنهما، فكادا يتفقان في المشرب، وكادا أيضا يتفقان في كيفية الأخذ والعطاء، كما سيظهر جليا في عدة نماذج. من خلال بحثنا أدركنا أن الشيخ محمد لغضف منذ نعومة أظفاره كان منقطعا للعبادة بعد تبحره من علمي الشريعة والحقيقة، ويرى أن الحكمة ضالة المؤمن أين وجدها أخذها، فكان لا يسمع بشيخ إلا زاره وتبرك منه وأخذ عنه، وكأن لسان حاله يقول: وكل إلى ذاك الجمال يشير. يقول عباراتهم شتى ومعناه واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير، كأن لسان حاله ينشد هذا البيت القديم. ومن هذا الباب ما يروى عنه أنه زار الشيخ سيدي المختار الكنتي القادري، وكان الشيخ سيدي المختار الكنتي يجله غاية، وهذا أيضا هو حال شيخنا الخديم رضي الله تعالى عنه. ففي بداية أمره قام بجولات روحية واسعة قادها إلى عموم السنغال بلا استثناء، وكذلك أيضا إلى الجار الشقيق شنقيط أرض المنارة والرباط موريتانيا، حيث زار الأحياء والأموات من الصالحين القادرية والتيجانية والشاذلية وفروعهم. وفي تلك المرحلة أقام مدة عند آل حمدي، ويقول في هذا المعنى: ولم أزل منذ عقلت طالبا معرفة بالله جل تائبا، فجلت بين العلماء والأولياء بنيتي وعملي وقولي، كي لا يضيع عمري أتعابا لحسن ظن قاد الاحتسابا. كما يقول أيضا في تلك المرحلة المباركة مرحلة الجولان، يقول متوسلا بالأولياء السبعة وأغلبهم من بعد المشايخ الشاذلية، يقول: وسيلتي إليك يا علي بسبعة كلهم ولي، فبحبيب الله أن تنجي جسمي من حمى ومن قلنجي، وشيخي عندك سعد يا بارئ النسم بهشفني من كل داء وألم، وسيدي محمد أب العالم بهشفني من كل داء وسقم، وناصر الدين به أنتصر على العدا وذلتي تكفر، وسيدي محمد اليدالي بهشفني من دائي العضال، وسيدي حمدي به أعافى من مرضي هذا فلن أخاف، والشيخ والد به أقال من عثرتي وزلتي تزال. وهذه المنظومة موجودة ومحفوظة في المكتبة الشاذلية آل حمدي. كما صح أيضا عن شيخنا محمد لغضف أنه تلقى الإذن المطلق في الأوراد كلها، وكان يلقن الشاذلية والقادرية، ويرى الجمع بين الوردين القادر عليه. يقول أحد علماء من مريديه الشيخ العلامة الشيخ العالي بن أفا الديلمي في نظمه كفاية المعتبر: الغضف نسبة للأغضف الوفي قطب الزمان خلفا عن سلفي المغربي المالكي الأشعري الشاذلي القادري الجعفري. كما يقول أيضا مريده الشيخ الغزواني يصف نفسه بأنه شاذلي قادري تجاني، طبعا وهذا هو مشرب شيخه، مشرب الشيخ محمد لغضف. وهذا هو الحال مع شيخنا الخديم رضي الله تعالى عنه، فنشأ في بيئة قادرية كنتية طبعا لسلفه الصالح،
وبقي يستعملها مدة من الزمن في بداية أمره، لكنه سرعان ما استقل استقلالا تاما بطريقته المريدية بعدما أذن له مخدومه صلى الله عليه وسلم وأعطاه ورده الخاص، الورد المريدي المعروف بالورد المأخوذ، فصار يعطيه لمريديه ويلقنهم هذا الورد. يقول: بان لكل من له معقول أن وسيلتي هو الرسول، زهدني طلوع شمس في نظر إلى النجوم في السماء والقمر. ويقول أيضا في شأن الورد: وهب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم. وهذا الورد هو مستعمل عند الطريقة المريدية كالورد الخاص للشيخ الخديم رضي الله عنه، إلا أنه رضي الله عنه كان يلقن الأوراد كلها طبعا بإذن، بعدما حصل على إذن من جميع الأوراد. فقد روي أنه أعطى أخاه وعضده الشيخ إبراهيم بكر مامشرن الورد الشاذلي والقادري، كما أعطى أيضا وأجاز لمجموعة من مريديه في الأوراد الثلاثة. يقول: مشايخي سيدنا الجيلاني والشاذلي معه التجاني. يقول أيضا: فكل ورد يريد المريد لحضرة الله ولن يبيد، سواء انتمى إلى الجيلاني أو انتمى لأحمد التجاني أو لسواهما من الأقطاب، إذ كلهم قطعا على الصواب. وسأختم هنا، وإن كان المقام مقام إطناب وتوسع، لكن أختم بشهادة بعض أكابر العلماء الصالحين من معاصر الشيخ محمد لغضف. وكما يقال: إن الهدايا على مقدار مهديها، فالشهادة بحق قائل. وقد شهد له أكابر العلماء الصالحين أمثال القطب شيخ المشايخ شيخ سيدي المختار الكنتي الذي كان يثني عليه ويجله، والعلامة الشريف سلالة الدوحة النبوية الشريفة الشيخ محمد لمين ملقب بمامين ابن طالب خيار القلخمي، والد الشيخ محمد الفاضل هذا الشهير الغني عن التعريف. قد يقال أنه قد أرسل ابنه الشيخ محمد الفاضل بن مامين إلى ضريح الشيخ محمد لغضف وأعطاه رسالة كان يقرأها عنده. يقول الشيخ محمد الفاضل في توسله، الشيخ محمد الفاضل بن مامين: يا ربنا بصاحب الضريح قطب الزمان الأقضى النصيحي. ويقول أيضا أحد مريدي الشيخ الخديم وهو الشيخ سيدي أحمد واللي اسمه الديماني، وهو من كبار مريدي الشيخ الخديم الشيخ أحمد بامبا، يقول في حق الشيخ محمد لغضف، يقول: إن شيخ المشايخ في الظاهر هو الشيخ سيدي المختار الكنتي، وشيخ المشايخ في الباطن والشيخ محمد لغضف الداودي. ولم يبقى من شهد له بالخير والفضل حتى النصارى الأعداء، فقد قالوا: والحق ما شهد الأعداء. يقول بول مارتي في حق الشيخ محمد لغضف، يقول: كان شيخا صوفيا من الطراز الأول تفوق كراماته الحصر، وكان يلقبه بالسلطان. وبول مارتي هذا معروف جاء إلى موريتانيا بعد كابولاني الحاكم الفرنسي الذي قتله أحد مريدي الشيخ محمد لغضف هذا، وهو المجاهد الكبير ولد مولاي الزين. وهذا أيضا هو حال الشيخ الخديم رضي الله تعالى عنه، فقد شهد له أكابر الأولياء والمشايخ والصالحين والعلماء أمثال الشيخ سعد أبيه بن الشيخ محمد الفاضل، وأمثال الشيخ سيدي يبابا بن الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي الكبير، وأمثال سيدي الشيخ أحمد بن بدي العلوي التجاني، وصنوه الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الحافظ، وكذلك من خليفته من بعدهم الشيخ محمد لمين بن الشيخ أحمد بن بدي. يقول الشيخ سعد أبيه في رسالة وجهها إلى الشيخ القديم مهنئا له بعد عودته من المنفى الإجباري، يقول: فمن محبكم الصافي الوداد وإن تباعدت منا الأجساد، مع أنه عن الوصل خير قانع، المصرح باسمه بالطابع إلى السيد الهمام، الملقى إلى الله بالزمام، الشيخ أحمد عبد الله وخادم وسيل الشيخ أحمد بامبا. يقول أيضا في آخر تلك الرسالة: فهنيئا لذا الدين الغريب الذي غدا يتيه سرورا بكم وافتخارا. وكذلك أيضا الشيخ سيدي يبابا بن الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي الكبير يقول في حق الشيخ الخديم: الشيخ أحمد نعمة أولاها، هذه الخلائق كلها مولاها، شهد الطوائف أجمعون بكونه برا كريما قانتا أواها، ممن يرى نفع الأنام فريضة في دهره والذاكرين الله. وكذلك أيضا عالم العلامة السيد يوسف النبهاني، وكانت مراسلاته كثيرة بينه وبين الشيخ الخديم، فكانت المراسلات كثيرة جدا بينه وبين الشيخ الخديم وتربطهما علاقات متميزة. يقول في حق الشيخ الخديم: إن امرأ فاته المختار من مضر، وفاته خادم المختار مغبون. والشيخ أحمد بن بدي أيضا رضي الله تعالى عنه قطب الأقطاب وشيخ المشايخ، يقول في حق الشيخ القديم وقد بعث إليه رسالة
يطلب منه أن يبلغ سلامه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أعظم هذه من تزكية. يقول الشيخ الخديم في حق أخيه وصديقه سيد أحمد بن بدي بعدما تلقى هذه الرسالة، يقول له: عليك سلم الذي قد قدمك على عشيرك وأعلى قدمك، عليك سلم الذي لا ينتهي رقيه لما إليه يشتهي. فرد عليه الشيخ أحمد بن بدي قائلا: رد السلام من حبيب جائي، تضيق عنه أحرف الهجاء، أحب لي من فضة ومن ذهب وغيرها مما إلى الناس يهب، أحب لي من العتاق والجياد وغير ذا مما له من الآيات. الشيخ القديم كان يحب الشيخ أحمد بن بدي جدا، فلما بلغه نبأ وفاته قال: اليوم مات خير أهل الأرض. وكذلك أيضا خليفة الشيخ أحمد بن بدي وهو المعروف بالشيخ محمد الأمين بن بدي في كتابه إفادة الغيب والجلاس في مناقب شيخنا ووالدنا أبي العباس يقول: وختم أيضا به ذكر المشايخ المعاصرين لوالده رضي الله عنه فقال: وقد بدا لي أن أختم فصل مشايخ عصري بشيخ الشيوخ يتيمة دهري، مخرج العويس من وكري، راهب دهري وحبره، من وهب لربه جميع عمري فوهب الله له جميع خلقه، خديم نبينا المصطفى المكرم، فريد العصر من غير اشتباه، أحمد بن محمد بن حبيب الله. وكذلك أيضا كما قلت آنفا في حق الشيخ محمد الأخضر أن الشيخ الخديم أيضا رضي الله تعالى عنه شهد له بعد نصارى المستعمر مثل حاكم دائرة جربل ودائرة جربل، حيث كان الشيخ الخديم رضي الله تعالى عنه يقيم فيها تحت إقامة جبرية حتى التحق إلى جوار ربه ونقل إلى مدينته طوبى عاصمة الطريقة المريدية. يقول هذا الحاكم واسمه أنطوان لسليف وكان يجيد العربية، يقول: من جملة ما يصف به الشيخ الخديم، طبعا وهو خالطه جدا وعاشره لأن الشيخ الخديم كان تحت إمارته في جربل، يقول: فقد أجمع أهل العلم على أن هذا الشيخ له معرفة باللغة العربية لم تتسنى لأحد من أهل جلدته، وأن معرفته بفنون الإسلام ومؤلفات علماء العرب تفوق طاقات أهل هذا البلاد، فبيوته المتناثرة في المدينة والتي أثارت شكوك ومخاوف بعض الوشاة والعملاء لا تحوي إلا كتبا، وفي طوبى وضواحيها 40 بيتا من البيوت التقليدية مليئة بالكتب العربية والمخطوطات. ويقول أيضا: فالحقائب والصناديق المتراكمة باختلاف أشكالها مليئة بالمخطوطات، وعنده خطاطون وكتبة من موريتانيون يشتغلون ليلا ونهارا في الرسم والخط. يقول آخر أيضا وبه أختم وهو أوجيني ديفو عن الشيخ الخديم، ويقول وهو طبعا كان مع الشيخ الخديم هنا في موريتانيا لما غرب الشيخ الخديم، غربه المستعمر مرة ثانية إلى موريتانيا. يقول: عندما توليت قيادة مركز سهوة الماء خماك في عام 1905 بعد وفاة كابولاني بفترة وجيزة على ضفاف بحيرة كايار في بلدة ترارزا، أوصيت بإيلاء الاهتمام لشيخ جليل القدر من السود والذي كانت زاويته على بعد كيلومترات قليلة من مكانه على الكثبان الرملية. يقول: ذهبت ذات يوم صباحا بصحبة صديق قديم يسمى بوزيد وهو المارشال إلى زاوية الشيخ أحمد بامبا، وهو بالنسبة له يتمتع باحترام كبير كمسلم صالح، إلى أن يقول: تتأسس العقيدة المريدية على التوبة والعفو والخلق الكريم، وهي أخلاق ربى عليها الشيخ القديم. يقول أيضا: لم أكن أهتم كثيرا بماضي الشيخ طالما أنه ظل مسالما في هدوء في زاوية من القش، حيث كانت تأتيه الهدايا من جميع الأنواع من أكثر الأماكن النائية في إفريقيا السوداء. وبه أختم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهو أكمل الورى خلقا وخلقا ظهرا، والمثل قط لم يرى ولن يرى في الشيم.